يعني سوء تفاهم، سوء حالات معينه حصلت، بيبقى في حزن، بيبقى على قدر الحب اللي بيحبك بتقدر تزعل منه، على قدر بيبقى الزعل الموجود. انما اعتقد بركات لما سمعت ان هو زعلان منك قوي كده، هل اخذت مبادره او حاولت ان انت تكلمه مثلا توضح له وجهه نظرك؟ بركات اول ما شفته وسلمت عليه بعد الموضوع خلاص الموضوع انتهى. وما اتفتحش لغايه دلوقتي؟ لا ما اتفتحش خالص. هو جه بعدها وقال لي تاني يوم او بعد تالت يوم هزرنا بقى، دخلنا في الهزار، فقال انا كنت متضايق منك جدا، انما اول ما شفتك الامور رجعت زي ما كانت واحسن. احمد فتحي من الناس اللي انا افتقدتها جدا، الناس اللي انا بحبها جدا. يعني فتحي من الناس اللي انا يعني زي اخوك الصغير كده، تحاول تبقى قريب منه في كل الاوقات، في مندفع كل هو فتحي برضه. لا بس ما شاء الله عليه، من الناس اللي انا بحبها، زي ما بقول اللي انا قلتهم، انا زي ما بقول بحب كل اللعيبه، انما دول انا عشت معاهم يعني احسن فترات عمري. يعني زي ما بقول سواء بركات، سيد معوض، حسام غالي، شريف اكرامي، وائل جمعه، لا الناس دي انا يعني زي ما بقول ذكريات لا تنسى. طيب هنا هو في الحلقه كان معايا بركات في اول حلقه ليا في البرنامج، قال كلام غير اللي انت بتقوله ده، يعني الراجل قطع تقطيع مبرح. ده طبيعته. طب خلينا نتفرج على التقرير دوت وبعد كده نرجع نقيم، نشوف بركات قال ايه على كابتن محمد ابو تريكه ونرجع نكمل الحوار. طب امال ليه يعني نفسي حلقه يبقى يعني شيتوس هنا او مش شيتوس، يعني اي حد. ليه اي حد؟ طيب ما انت كده قفلتها. لا مش يعني انا حد كده قاعد على الكرسي بتاعك، انا على اليمين وابو تريكه على الشمال، او انا على الشمال، خلينا انا على الشمال وابو تريكه عشان يبقى من اصحاب اليمين. تعرف ابو تريكه عايز احنا الاثنين نبقى قاعدين كده، نفسي فيه. لا ان شاء الله هنعمل لك الموضوع دوت، بس انا برضو عايز اسال يعني ليه اشمعنى ابو تريكه؟ يعني اشمعنى ابو تريكه اللي نفسك تبقى موجود معاه في حلقه؟ يعني مش عارف. لا بجد والله مش عارف. يعني امال ليه يقال للناس المشاكل اللي ما بينكم وان العلاقه توترت جدا بعد موضوع مباراه السوبر امام انبي؟ القصه مشيت ازاي؟ بص القصه مشيت كالاتي بالظبط، علشان برضو فعلا ده موضوع كويس انك اتكلمت فيه. ابو تريكه معتذر عن الماتش اولا، دوت كان من وجهه نظري ومن وجهه نظر اللعيبه ومن وجهه نظر الجهاز ومن وجهه نظر ناس كتير قوي. قرار فردي. ده كان قرار فردي، واحنا مش متعودين ناخد القرارات فرديه. وان احنا بنلعب مع النادي الاهلي. تمام. احنا بنلعب يعني للكيان، واحنا عندنا مباراه والنادي الاهلي رايح يلعب المباراه دي. ابو تريكه خد الموقف اللي هو بتاع عدم لعب المباراه. اولا ابو تريكه ما فكرش في الموضوع ده من ناحيه ان هو ممكن يسبب لنا احنا احراج شديد جدا قدام جمهور النادي الاهلي او جمهور الالتراس يعني. وطبعا احنا الالتراس بالنسبه لنا جزء لا يتجزأ من جمهور النادي الاهلي. بالعكس، بل الجزء الاهم، لان هو اللي كان شايل على عاتقه الثلاث اربع سنين الخمس سنين اللي فاتوا، كانوا هم اللي دايما بيبقوا بيشجعونا، وهم كانوا بيحمسونا وحاجات كتير قوي بصراحه. واحنا يعني فعلا الفتره الاخيره احنا افتقدناهم تماما يعني. فهو يعني هو احرجنا قدام الناس دي. وما كناش متوقعين ان العلاقه ما بيننا وما بين جمهورنا احنا هتسوق برضو بالشكل ده. لان برضو يا شيتوس احنا برضو وجهه نظرنا احنا ده شغلنا، احنا مش رايحين نعمل حاجه ضد اللي حصل في بورسعيد، ولكن ده شغلنا. ان احنا رايحين نلعب ماتش وبطوله اتحددت والناس قرروا يلعبوها، فاحنا كنا رايحين نعمل شغلنا. ابو تريكه احرجنا، وصلت ان حصل قبل كده، هم كانوا جم كذا مره. احنا متعاطفين جدا معاهم جدا الى ابعد الحدود. احنا اللي حذف نفسيتنا بس الموقف اللي هو البعض لما دخل النادي وشتم اللعيبه. حسيت ان هم في ظلم عليكم؟ حسيت فعلا اللعيبه اتظلمت. يعني انا كواحد من الناس حسيت ان انا اتظلمت. ازاي انا اكون بحبك وبقدرك وبعتبرك حاجه مهمه جدا بالنسبه لي وبالنسبه للكيان بتاعي وكده، وانت جاي تشتمني؟ يعني انا مش وحش، يعني انا مش وحش علشان تيجي تشتمني، تيجي تشتمني. وانا بقول لك هم البعض اللي دخل برضه عشان الواحد يكون امين.
دي الحاجه الوحيده اللي حزت في نفسيتنا في الموضوع ده. شايف ليه البعض يعني اللي انت بتتكلم عليهم اللي هم دخلوا وشتموا اللعيبه، يعني شايف ان ابو تريكه كان هو السبب في كده، ولا شايف ان هو يقال ان هم كانوا بيشتموا اللعيبه من قبل ابو تريكه؟ انا عايز افهمك على حاجه شيتس برضو مهمه جدا، عشان دي برضو حاجه تحسب للناس دي. انا عايز اقول لك، انا بعد اللي حصل في بورسعيد لما طلعت قلت انا مش هلعب كوره، وخد بالك انا لما قلت كمان مش هلعب كوره انا كمان يعني عشان ما حدش يقول لك ده بركات وبميس وبتاع تعاطفا مع الالتراس، لا ما كانش تعاطفا مع الالتراس. انا قلت ان انا مش قادر العب كوره لان انا شفت مناظر قدامي وناس ماتت قدامي، كان ناس ما لهاش ذنب جايه تشجع كوره وبتحب الكوره وجايه تتفرج على كوره وماتت. شفت يا تريكه الكلام بتاع كوتا؟ طبعا نفس الكلام اللي انت قلته، فانا كنت بهزر قبل ما اطلع الكلام دوت. لا بركات زي ما بقول، بركات من الناس اللي انا بعشقها، يعني الناس اللي انا بحبها جدا وبقدرها جدا، وتعلمت منه زي ما بقول من الناحيه الفنيه ومن الناحيه دايما. الواحد بيبقى احيانا بين قبل المباراه بيبقى خايف او متوتر، ابص البركات اطمن. تطمن ليه بقى؟ له حركات كده واحنا بنسخن في الماتش، انا بنسخن بنعمل اطارات في اوضه اللبس وبتاع على طول كان يمسك سيد معوض يعني سيد هنا يبقى هو قدامه، لا الاثنين بيعملوا اطارات مع بعض وشوف بقى الضحك وبتاع، اقول له يا ابني ركز يا ابني هو التركيز نسبي بالنسبه له، كل واحد وطريقته. بركات لا من الناس اللي انا بحبها جدا يعني. طيب خلينا نخش في الالتراس، ازمه القاهره بورسعيد، بورسعيد القاهره. شايف القصه دي يعني رايحه لفين؟ وتصريحاتك الاخيره كمان كان ليها اثارت نوع من الجدل الواسع والشديد في الاوساط كلها، والناس اتهمت محمد ابو تريكه ان هو يعني من ضمن المحرضين على اشتعال الاجواء ما بين المدينتين زي ما بيقولوا. يعني كلام كتير قوي في القصه دي يا تريكه. في ايه؟ عشان انت بتؤيد كل تصرفات او كل حاجه بيفعلها الالتراس، فالناس قالت ابو تريكه، وبعدين التصريح برضو بتاعك ان انت مش هتلعب في بورسعيد طول حياتك او نهائيا، ده برضو اثار العديد من الكلام. خدوا نص التصريح ليه؟ ما انا انت هنا بقى عشان تقول كل التصريحات. لا انا مش عاوز ابرر التصريحات، انا زي ما بقول. لا انا ما بقولش تبرر، انا بقول تقول. هقول لك اولا يعني قضيه الالتراس، اسهل لك انا القصه. لا قضيه الالتراس قضيتي فقط لا غير. تمام. انت واخدها ان هي طبعا لان انا جزء منها، مش جزء منها يعني كنت في قلب الاحداث في كل القضايا اللي انا المحيطه بيا والاشاعات انا ما شفتش بعيني، انا شفت بعيني، فاعتقد ان انا انت ما سمعتش قصدك بودنك، ما سمعتش انت شفت بعينيك. انا شفت طبعا. فما حدش بقى حكى لي ولا حد قال لي خبر ولا حد قال لي ده حصل كذا حصل كذا، لا انا شفت بعيني. فعشان انا كده رؤيه العين يقين. حلو. فاليقين هو اللي بيحركك. تمام. فانت انت الكلام كده ان قضيه الالتراس هي قضيتك. طبعا. طيب بعد الاحكام النهائيه شايف ان القصاص تحقق ولا لسه؟ انا زي ما قلت الحكم قوي. الحكم قوي، ما دام ارتضيت بجزء من الحكم وهو اعدام 21 ليه مش هرضى بالباقي؟ مش هرضى باقي الحكم ليه؟ انا زي ما بقول انا قلت حكم قوي، وفي نفس الوقت قلما يتحقق القصاص والحق والعدل في الدنيا. القصاص والحق الكامل والعادل يوم القيامه، ان ربنا سبحانه هو بقى اللي ملم بكل الامور، وهو اللي بيقدر يعني ما فيش حد، ربنا سبحانه هو اللي يقدر مدى القصاص والحق الكامل يوم القيامه. زي ما بقول الحكم قوي، وزي ما بقول ممكن ناس تانية ودينت، والناس موجوده ودينت خارج المحاكمه، خارج القضيه. انا زي ما بقول ده ما ارتضيت بالحكم وهو حكم قوي، ارضى بالاحكام الثانيه. ناس خدت سجن، ناس خدت قضايا ثانيه، ناس خدت براءه. فدايما انا ملم دايما في دوله القانون والقضاء، فلازم احترمها. يعني زي ما بقول الحكم هو حكم قوي بلا جدال وبلا نقاش. من بعد الاحكام من القضايا الثانيه اللي بعد الثوره حكم قوي. زي ما بقول قضيه انا مؤمن بها تماما جدا، وكل ما يطالب به الالتراس حقيقي، وقضيه هم متبنيينها، هم اللي كانوا ورا القضيه من اول يوم لاخر يوم. هم اللي متبنيين حاليا اسر الشهداء، متبنيين ممكن هم نتيجه شباب، ممكن يبقى له اخطاء نتيجه ان هو لسه شباب، الحماس الشباب
انما كل ما هذه الامور يعني تقدر تقول له الخطا فين والصواب فين. انما هم اعتقد ان هم زي ما بقول شفت فيهم الشهامه والرجوله والجدعنه، لان انا شفتهم اتعاملت معاهم بحكم ان انا مش انا بس، ده كل معظم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي في قضيه في اطار واحد حقيقي، وهو قضيه شهداء النادي الاهلي فقط لا غير. وانا زي ما بقول القضيه الحقيقيه هي شهداء النادي الاهلي، مفيش قضايا تانية، قضايا فرعيه، قضايا اخرى تقدر الناس تجرهم اليها فقط لا غير. بس ده اللي انا قلته. طيب انت قلت برضو ان انت مش هتلعب في بورسعيد نهائيا. اولا انا قلت بورسعيد محافظه من محافظات مصر اللي انا بعتز بيها و انما هناك شعور نفسي نتيجه ان انا ما سئلت سؤال هل هتلعب في بورسعيد؟ لان ده شعور نفسي جوايا، انا ما اقدرش اضحك على نفسي واقول هروح. لا، ده شعور نفسي نتيجه ان انت شفت احداث معينه في مكان ما مش عاوز تروحه تاني. طب المكان ده مكان يعني حصل مشكله في استاد القاهره، مش هتخش القاهره؟ ده يعني انت فاهم، انت عممت الموضوع، جبت بورسعيد كلها. لا، السؤال بص، السؤال كان انا بقى بسالك، سيبك من السؤال اللي قبل كده، انا اللي بسالك دلوقتي. لا هو يعني لو عندك منافسه مع نادي المريخ يا شيتوس، دي مشاعر ما تقدرش انت تضحك على مشاعرك. انا جوايا حاجز نفسي مش هقدر اتحدى يعني اتعداه بس فقط. فده انما لازم الناس تحترم مشاعر الاخرين. وبعدين يا عم سواء رحت او ما رحتش مش هتزود ولا هتقلل. بس هتحط كده في بنود عقدك بعد كده مع اي حد؟ مفيش بنود عقد، ما النادي الاهلي 5 سنين يعني ماشي في نفس الاتجاه. النادي انت 5 سنين هتبقى لسه تلعب. لا يا اخي. ليه؟ النادي الاهلي واخد قرار مجلس اداره 5 سنين. بس انما ده مش القضيه، ده مش تمام. مش قلت حاجه في البدايه ان قضيه الالتراس هي قضيتك. طبعا. طب خلينا بقى اتكلم معاك بقى اكنك واحد منهم، واحد من الالتراس. طيب انت شايف ان القصاص الكامل يوم القيامه، يعني انت ده معناه ان القصاص لسه ما اكتملش من وجهه نظرك؟ اصل هم لا، ممكن يبقى في ناس، انا مش يعني زي ما بقول لك ممكن يبقى في ناس خارج القضيه مدانه، بس القضاء ما فيش ادله، ما فيش ناس تقدر تجيبهم. طب تقولي لبعض المجموعات من الالتراس قالت ان القصاص بالنسبه لهم لم يكتمل. لا، انا من وجهه نظري انا زي ما بقول لك، انا بقول لك انت تقول لهم ايه؟ يعني تقول للناس اللي هي بتقول ان هي القصاص لسه ما اكتملش. انا زي ما بقول هم لهم عقليه خاصه، فكر خاص، ما اقدرش ولا حد يقدر يسيطر عليه، ولا حد يقدر يديهم تعليمات ولا لا، هم شباب كويس وبتنصحهم. طبعا. يعني زي ما بقول انا وجهه نظري، لا، ما بص يا شيتوس، لازم تحترم فكر اللي قدامك طبعا عشان يقدر يستوعبك او يقدر يتقبل منك. ما اقدرش افرض انا فكري عليه. انما هو له فكر معين ممكن يبقى في بعض الاحيان خاطئ وفي بعض الاحيان صحيح. انما اعتقد ان هم الادله اللي هم الوسائل الضاغطه بتاعتهم، سواء للحكم سواء للقضيه سواء هناك فيها حاجات ممكن تبقى صحيحه وممكن حاجات تبقى غير صحيحه. بس طيب اتقال الفتره اللي فاتت، انا ما بقولش على لساني وانا بقول على لسان الناس كلها، ان يعني ان انت ما اعترضتش او ما قلتش حاجه غلط على مثلا موضوع حرق اتحاد الكوره، حرق نادي الشرطه، الكلام دوت انت ما علقتش. مين اللي حرق؟ ما هو ناس كتير بتقول ان الالتراس هو اللي بيدور في الكلام ده. في ادله؟ هات ادله فيديو. هات مين؟ انا ما بتهمش حد. عنده اللي بيتهم المتهم بريء حتى تثبت ادانته. المتهم بحاجه يقدم الادله اللي النيابه العامه، وهي جهه التحقيق وهي اللي بتقول كلامها. انما شعورك بقى الداخلي من خلال تعاملك معاهم وعلاقتك بيهم القويه اللي انت قلت عليها، انت حاسس ان مش هم اللي عملوا كده؟ لا، لان نتيجه انا بقول لك افكارهم افكار شبابيه قويه وحماسيه، انما لا يعني ما توصلش للحرق ولا توصل للسرقه ولا بل على العكس تماما. هم ممكن يبقوا وسائل تانية، وسائل سلميه. لو الافكار دي لو اتمنى انها تكون غير صحيح، تبقى اراء يعني ما اعتقدش ان هي تبقى لايقه عليهم، لان هم زي ما بقول هم الشهامه وهم الرجوله وهم الجدعنه. فاعتقد ان دي مش تصرفاتهم يعني. طيب. ولو الناس بتقول ان دي تصرفاتهم، هات صور وفيديوهات وقول، وما فيش حد فوق القانون، اللي اخطا منهم بيتحاسب. حبك ليهم هيقل لو حصلت ادانه ليهم بشكل كبير؟ هل هتحس ان انت ندمان على تقييمك الخاطئ ليهم مثلا؟
ما انتوا بص يا شيخ، انا بقول لك انا مساند في خانه قضيه، وهي قضيه الشهداء. مالكش دعوه باي حاجه ثانيه. مش دعوه انا بص، ما هي تبعيات القضيه، ما هي كله تبع الحكم. دي قضيتي. دي الخانه اللي انا متعاون معايا فيها. انما اراء اخرى ممكن يكون يبقى له فكر تاني، هو فكر غير فكري. انما قضيتي هي قضيته. انما في الاخر انت احساسك الشخصي ان دول مش الالتراس. طبعا لا مش هم. طيب برضو الالتراس الفتره اللي فاتت، او الاتهامات اللي كانت حوالين الالتراس الفتره اللي فاتت، هم بيبقى لهم متحدثين، مش انا اللي هتكلم عليهم. انا بكلمك بحكم علاقتك بيهم. انا عارف ان انت مش المتحدث الرسمي بالنسبه لهم، يعني ما عشان تبقى الامور واضحه. وهم زي ما بقول بيبقى لهم ناس هم لهم افكار، يعني افكار بيناقشوها مع بعض، ويطلع يتكلم اللي بيطلع منهم بيتكلم بيقول. انما ما اقدرش انا اتكلم على تصرفات جزء من جمهوري او جزء من جمهور النادي الاهلي في نقد غير ادله واتهمه من غير ادله. زي ما بقول لازم تبقى حريص تماما، لان دلوقتي الوقت اشاعات، ووقت اكاذيب، ووقت فتن، ووقت كذا. تعرفش المصلحه فين، او تعرفش اتجاه الفكر اللي انت ده بتفكر بيه ايه. فاعتقد ان لازم الامور تبقى واضحه، اللي معاه دليل وفيديوهات وصور يقدمها. مفيش حد فوق القانون. بس. طيب الفترة اللي فاتت كان في شد وجذب كتير ما بين الالتراس والتصريحات والكلام ده كله ما بينهم وما بين المجتمع كله، يعني فهتحس ان هم فقدوا شوية من التعاطف اللي كان مع المجتمع ما بينهم معاهم. شايف ان القصة دي عشان اقفل الموضوع مين اللي قال ان هم فقدوا؟ لما بتنزل تسمع في الشارع اللي يقول لك الالتراس، ظاهرة الالتراس، مش عارف تسمع وانت قاعد على الكرسي كده؟ لا، ما انا بقعد على الكرسي الساعتين بس، انما انا طول الاسبوع في الشارع. لا ما اعتقدش. لا. خلي بالك انا هنا دايما برضه عشان تفهم انا وجهه النظر الغايبه، يعني انا لازم اطرح عليك الاسئله بحيث غير صحيح. غير صحيح. لا غير صحيح. الناس متعاطفه معاهم لغايه دلوقتي، والناس متبنيه قضيتهم لغايه دلوقتي. طبعا حتى بره. حتى انا رحت. حتى في الامارات. طبعا. انا اول تيشيرت خدته من بعد الماتش، اول ماتش ليه بنياس، ولد من الالتراس جاب لي تيشيرت الالتراس وصمم انه يدولي. من الالتراس اللي هناك. طبعا. تريكا، انت دايما تريكا يعني اجاباتك. لا انا بقول الحقيقه. لا ما باش. على فكره احنا معانا هنا احد اعضاء الالتراس، يمكن اتصور معاك قبل الحلقه. يعني هو فعلا جدع جدا وكويس جدا. انا ما قابلتش واحد من يمكن رجله مكسوره برضه، عشان ما قابلتش فرد من الالتراس مش جدع. انت تعرف الكابوهات بتوعهم بقى طبعا، اللي هم القاده بتوعهم. مش بص، ما انا بقول لك اهو، دي انا بدايه معرفتي بيهم بعد ما مجزره بورسعيد. بس فقط لا غير، وتعايشت معاهم وكلت معاهم عيش وملح. مش انا بس، يعني في لعيبه تانية، في ناس راحت، وفي بحكم ان انا كنت مرتبط بيهم جدا وزرت الناس وكانوا موجودين. انما زي ما بقول لك، انت ما تقدرش تسيطر على افكار الشباب، لانه عنده اندفاع، عنده حماس. وشاف صاحبه ولا اخوه ولا زميله مات جنبه، مات قدامه. كان بياكل معاه، بيشرب معاه، بيخرج معاه. فدي كل حاجات لازم تتحط في الحسبان، تقدر في الحسبان، نتيجه ان انا اعيد التقييم و ما استفزاز الشباب دول خطر. وخطر. لان زي ما بقول دايما يبقى عندك حسن تعامل وحزم وقوه في ساعه الخطا، اذا كان هناك دليل للخطا بس. طيب شايف ان في يعني تقصير من بعض الرياضيين في قضيه شهداء بورسعيد، ولا شايف ان كله عمل اللي عليه؟ لا، شهادتي في الموضوع ده مجروح، لان انا صاحب القضيه، فما اقدرش اقيم الوم ناس. ما هو انت عشان صاحب القضيه فانت اللي بتقيم، انت اللي تحس مين اللي عمل معاك موقف كويس او مين اللي ما عملش معاك موقف كويس. ما اقدرش اللي عمل اقول له الف شكر، واللي ما عملش يمكن له ظروف اخرى. انما زي ما بقول انا صاحب قضيه دايما مش مستني المساعده من حد. طيب هنرجع تاني للحته دي، بس معايا تليفون مهم. ازيك يا عميد؟ ازيك يا زيك؟ عامل ايه يا عميد؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كله تمام. مبروك النهارده. ميسو بيرغف ايه معاك؟ الله يبارك فيك. ازيك يا كابتن احمد؟
كابتن احمد اهلا وسهلا. ايه ده بقى، احنا على الهوا. لا يتحدث كده. كابتن احمد انا بشكره، وانا بتمرن في المكان بتاعه، الأهلي العام. ولا بيدفعني فلوس ولا اي حاجه. غريبه كابتن احمد حسن ما بيدفعكش فلوس؟ يا نهار ابيض، ما بتدفعوش فلوس يا كابتن احمد؟ يا شيتوس هقفل. امال بتدفعنا احنا ليه طيب؟ هقفل ما انت بتدفعنا كلنا. ما هو عشان في مهمه اسميه، احنا بنعده عشان مهمه قوميه. طيب تمام. مبروك يا كابتن احمد، وان شاء الله تكمل في ماتش العوده ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا حبيبي، الله يبارك فيك، وربنا يكمل على خير للجميع ان شاء الله، المنتخب وكل الانديه المصريه، النادي الاهلي، النادي الزمالك، كل الناس اللي بتمثل مصر، لان عايزين نرجع لمكانتنا الطبيعيه ان شاء الله باذن الله، ويعني نبقى متصدرين كده في الكره الافريقيه زي زمان ان شاء الله باذن الله. باذن الله. كابتن احمد يعني وجود كابتن ابو تريكه النهارده معايا، يمكن انت كنت معايا من حلقتين 3 فاتوا، يعني شايف ان ابو تريكه وحشنا في مصر، ولا شايف ان هو يكمل التجربه ويخليه في الامارات ويستمر ويبقى الاعاره تبقى بيع نهائي؟ شايف انت من وجهه نظرك ايه؟ انت راجل احترفت قبل كده وتقدر تديله خبرتك برضه في كده. والله بص، هو صاحب القرار في حاجه زي كده، طبعا هي تجربه بالنسبه له ان شاء الله باذن الله تكون تجربه كويسه، هو بدا بدايه قويه، ولكن طبعا لعنه الاصابه يعني معلش، كل يعني خير ان شاء الله باذن الله، ويرجع ان شاء الله تاني، لان اللي بيلعب في اي مكان هو ما بيكونش سفير لنفسه بس، هو بيكون سفير لبلده. فاعتقد ان كان ابو تريكه بدا بدايه كويسه، انما ان شاء الله باذن الله يرجع ويؤدي بشكل كويس، وهو صاحب القرار اللي يقدر ياخد القرار اذا كان يكمل او لا، لان دي بتبقى ما تقدرش انت ما تقدرش انك انت تاخد قرار لحد. هو لو حاسس ان التجربه بالنسبه له هتبقى كويسه ومفيده وكده، اعتقد ان يكمل، ولو هو مش لو هو حاسس ان حابب ان يرجع النادي الاهلي تاني ويكمل مسيرته تاني مع النادي الاهلي، هو اللي يقدر ياخد قرار في حاجه زي كده، لان هو اللي يقدر يحدد. كان اخر واحد كان يتكلم معايا هو، يعني انا كان بياخد رايك؟ لا مش كان بياخد رايي، كنت انا راجع من اصابه، وكان اول مباراه لي كنا بنلعب المقصه، تعادلنا 2-2، كان هو جاب جون، وكان جه ضربه جزاء هو اللي السبب فيها. فانا بقول له طب سيبها انت، سيبها لي يا احمد. فقال لي خد، انت راجع من اصابه فلازم تاخد الثقه. كبير. طبعا، فهو من الناس اللي انا بحبها جدا، مع انه بيحب الكوره قوي يعني. يعني لو عليه ما كانش عايز يديها لك. لا فهو مش يعني دايما بيدي نصائح للاخرين، ودايما الواحد بيتعلم منه، فدار حوار ما بيني وما بينه بعد المباراه، وكان تقريبا هو خد قرار يعني. طيب خش على المنتخب. ده المهم. ده الكلام الحقيقي والحاجه الواقعيه المقبلين عليها على الارض. اتمنى بس ان احنا يبقى عاوزين جو استقرار شويه، يعني جو استقرار حوالين المنتخب، سواء جهاز، سواء لعيبه، سواء الناس اللي هتشتغل. حاسس بجو غير مناسب حوالين المنتخب؟ طبعا. من حيث يعني التصريحات، ما يعني برضو مش وقتها. باللي بخصوص دايما انا بؤمن دايما يا شيتوس ان انا مسؤول عن حد معين، لازم اديله الفرصه تماما، وهيئ له المناخ الكويس عشان يشتغل، وبعد كده اقدر اقيمه. فلازم ادي دعم للجهاز الفني وللعيبه، ان انا مقبل على مباراه مهمه، مباراه يعني بتنهي لك المرحله الاولى بنسبه 90%. طبعا المرحله الاولى اللي انت هتبقى فاضل لك مرحله ثانيه وخلاص تبقى وصلت كاس عالم. فالمباراه القادمه مباراه زيمبابوي، اعتقد ان هي مباراه يعني اتمنى ان احنا ان شاء الله يبقى المكسب لمنتخب مصر فيها يبقى وصلت 9 نقاط، والمباراه اللي بعدها تاخدها تبقى 12. اعتقد بنسبه كبيره جدا جدا خلصت المرحله الاولى وانت اول مجموعه، توصل للمرحله الاخيره تبقى تقدر ان انت تبني او تحقق الهدف بتاعك. فاتمنى ان يبقى في دعم، مش دعم معنوي، بنحس اننا هيئ مناخ استقرار، هيئ مناخ نجاح. اللعيبه الحمد لله المحترفين جايين بمعنويات عاليه، سواء جدو، سواء احمد فتحي، سواء المحمدي، سواء محمد صلاح، سواء النني، ادم العبد. فكل دول عندهم معنويات، فلازم احافظ عليهم في معنويات مرتفعه،
بجانب اللاعب النادي الاهلي ان شاء الله اتمنى له التوفيق بكره ان شاء الله، والزمالك النهارده يعني ان شاء الله يبقى موفق ان شاء الله في المباراه العوده ويكمل. فكل دي معنويات للاعيبه المنتخب، فلازم انت تحقق الاستقرار المعنوي والدعم ان انت تقدر بالمجموعه الموجوده اللي هتختار تنجز الهدف بتاعك. الهدف ان انت تاخد المباراه 3 نقاط فبس. فده انت اتكلمت عن تصريحات يعني ما عجبتكش، هي دي اللي ساعدت في عدم استقرار الجو حوالين المنتخب. ايه التصريحات خاصه؟ يعني انا ما اقدرش اطلع دلوقتي اتكلم على تغيير مدرب. ايه اللي هيفيدني انا ان انا اغير مدرب دلوقتي؟ انت مقبل على مباراه مهمه وعاوز تغير مدرب اشتغل معاك في ظل الظروف صعبه، في ظل عدم استئناف نشاط، في ظل كذا في ظل كذا. دي المكافاه اللي انت تقول له لا مع السلامه، بدل ما تقول له لا احنا متشكرين على حسن اصرارك، على طموحك، على مثابرتك، على بدل ما تهيئ له مناخ كويس يشتغل فيه، بدل ما تهيئ له شوف اللي هو السلبيات اللي شايفها عشان تقدر تحققها له. معسكرات تقول له انت عاوز معسكرات لايه؟ الدعم ده هو الدعم المطلوب. ما اقولكش انت اطلع طول النهار والليل اشكر فيه وامدح فيه و لا. لازم تديله لو ليك نصايح تديها له في غرف مغلقه، تقول له والله احنا عندنا كذا 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 كذا. انما ما اقدرش انا كمسؤول راجل اشتغل في ظروف صعبه وفي ظل ظروف وتجي له عروض ويقول لا انا مؤمن بهذا الجيل وهذه الفرقه واللعيبه دي وهنوصل، تقول له لا مع السلامه. لا، فلازم انت تكون مؤمن بيه جدا. وعلى فكره اللعيبه جوه المنتخب مؤمنين بيه، وعلى فكره اللعيبه معظمها بتحبه. الراجل يعني هو بيشتغل بصرامه وبحزم ونظام، في نفس الوقت اسلوب شغله يريح اللعيب لان في نظام. طيب انا هقول لك التصريحات دي يا تريكا جت ممكن بناء على ان في قلق شويه من النتائج في المباريات الوديه. ماشي انا معاك، بس في ظل الظروف اللي هو سواء قبل مباراه قطر، سواء بتلعب بمباراه تشيلي، كل دي مباريات وديه، استعداد قوي واحتكاك قوي. فتقول له انا ليا كذا، ليا ملاحظات كذا، ليا سلبيات كذا، انت شايف الظروف عامله ازاي؟ انما اقول لا انا هغير المدرب، لا. فده اللي احنا نقف عنده. انا زي ما بقول احنا عملنا خطوتين مهمين. المباراتين الاولين عندك 6 نقاط، المباراه القادمه ان شاء الله تبقى 9 نقاط. ده التفكير الموجود وده التفكير اللي اللعيبه جايه بيه. ده دار حوارات ما بيننا وما بين اللعيبه الموجوده، لان كل واحد ده جاي منتخب بلده، منتخب في ظل الصعوبات الموجوده عنده هدف ان احنا نوصل كاس عالم، وده الموجود. كل معسكر كنا بنعمله الحوار النقطه الوحيده اللي كانوا بيتكلم فيها اللعيبه امتى هنوصل كاس عالم، امتى هنعمل كاس عالم. فبناء عليه احنا كل معسكر بنزود الحته دي. دايما احنا لازم نبقى مؤمنين باللي هنعمله، في نفس الوقت الصعوبات صعبه، الامور مش سهله، وممكن الامور قبل كده كانت السابقه تبقى اسهل، انما في ظل الموجوده المجموعه الموجوده دي وبظل الفكر الجماعي الموجود اعتقد ان احنا قادرين ان احنا نوصل ان شاء الله. ان شاء الله. طيب في ناس برضو شايفه ان مباراه قطر الاخيره الوديه اهانت المنتخب المصري. يمكن انا هقول لك انا وجهه نظري، انا اتكلمت في الحلقه اللي فاتت قلت يا جماعه ما نضخمش الامور في ان احنا سمعه مصر ومش سمعه مصر، ده كوره 90 دقيقه، مش اكيد سمعه مصر مش هتتاثر ب 90 دقيقه. ده وجهه نظري، ما اعرفش انت تتفق او تختلف. انا لا اقيم مدربي. انت لا تقيم مدربك. طب بشكل عام، يعني بشكل عام لا بشكل عام ان انا ما بحبش اخسر منتخب مصر، انما لا اقيم مدربي على شاشات التلفزيون. لا اقول له انت اخطات، لا، اللعيب لعيب والمدرب مدرب. ان انا بتكلم بصفه عامه كمنتخب، كفكر منتخب، مش حاجه. تمام، بس انا ما قلتلكش قيم مدربك، انا بسالك لا انا بقول لك طبعا انت ما بتحبش الخساره، انما انت شايف ان هل في خساره فيها اهانه؟ يعني لما تخسر ده اهانه لسمعه البلد؟ لا كمجال، يعني كمجال رياضه ممكن تاخدها ناس كده. هو بيغير في التصنيف بس، يعني اللي بيتاثر التصنيف. انا مش عاوز تخش في تفاصيل معينه. ليه؟ خش لا خش يا تريكا بقى بطل دبلوماسيه. لا هو مش دبلوماسيه بس، انما اعتقد ان انا زي ما بقول لك دي النقطه اللي انا شايفها بس، اللي انا اتكلمت عليها بس. لا انت مش هي دي اللي انت شايفها بس، انت شايف حاجات كتير. انا قلت لا اقيم مدربي على شاشات التلفزيون، ولا اقيم منتخب بلدي على شاشات التلفزيون. طول ما انا عضو في منتخب مصر ولا في منتخب مصر لا اقيمه تماما على شاشه التلفزيون. يا عم انا ما قلتلكش قيمه. لا
انت حاسس ان كان توقيت المباراه ده غلط؟ مش انا اللي اقول، مش انا المسؤول. بص ليك تكشيره كده ما بتكشرها لي، لا هو انا تروح مديني الجد دي وتروح اهزز لي دماغك بقى ما بعرفش اتكلم بعد كده. ليه يا عم؟ لا عادي، ما هو ده الصح. ايوه ما انا قلت على انا فكرة مش ده عايزك تقيم المدرب وانا ما كنتش لعيب، ما انا عارف ان انت مستحيل تقيم المدرب بس انما ومش اخلاقك انك تقيم المدرب. بالظبط. انا بتكلم بصفه عامه. لا ما فيش، بص يا شيتوس، ما فيش مدرب عايز يخسر. فاهم؟ يعني ما فيش مدرب بيحب الخساره. بس هو يعني زي ما بقول لك ممكن ظروف معينه، هو كان ادرى، اختيارات، توقيت المباراه، هو ده اللي لازم الناس تساله فيه. بس انما هو اقدر واحد يقدر يقيم. بس انما زي ما بقول لك ده ماضي، فخلاص بقى عايزين نقفل الصفحه، وبدايه من بعد مباراه النادي الاهلي ان شاء الله ما فيش ارتباطات ثانيه. فكل بقى المنظومه ككل تعمل عشان اجل 26 مارس ان شاء الله مصر وزيمبابوي، مباراه عاوزين كله يبقى مطالب ان شاء الله 3 نقاط، وبهدوء وبثقه ان شاء الله، واحنا قادرين ان احنا نجيب ال3 نقاط ان شاء الله. ان شاء الله. طب خد التليفون ده. الو. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن وائل ازيك؟ ازيك يا نجم عامل ايه؟ الله يخليك. طبعا مش عارفني هو صح؟ هو ما كانش عارفك في الاول بعد كده عرفك لا دلوقتي. ما كانش عارفني. ده اول واحد. ازيك؟ ازيك يا كابتن وليد؟ اول واحد زارني في دبي قبل مباراه العين في الفندق وليد سلمان. كان هو بيتعالج هناك. كان بيتعالج هناك وصمم ان هو يجي ويشوفني وبتاع، فكان كابتن ما تقولش كده، احنا نتمنى نشوفك في اي حته. انت حبيبي يا وليد. مكان يعني ان شاء الله. حبيبي يا وليد، واتمنى ان شاء الله ترجع يعني معافى ان شاء الله، والفرقه مفتقداك من المفاتيح المهمه. وليد ما شاء الله عليه، ربنا يحرسه ويتم الشفاء على خير ان شاء الله يعني. ربنا يخليك. انا عايز اقول لك ان انت منور مع شيتوس والله العظيم. شيتوس اللي منور، انا مضلم بس. لا يا راجل احنا الاتنين منورين. خلي بالك انا مش عارف هما بيطلعوا بالليل ليه، مع انهم اسمهم قناه النهار. الله احنا بدأنا. كويس اللي بركات من السما. يا نهار ابيض. عايز اقول لك يا وليد ان يعني ابو تريكه في اخر ظهور لي اعلاميا في مصر كان معايا ومشاني من القناه، وربنا يستر عليا بعد الحلقه دي. كانت اخر حلقه ليا في قناه اخرى يعني. انت لو ما بتحرمش اعمل لك ايه؟ لا طبعا انت قيمه كبيره يا تريكه. وليد طمنا عليك. والله يا كابتن الحمد لله الامور تمام ومستقره. طبعا انت عارف لازم نقول ان الكابتن طارق عبد العزيز برضه عامل مجهودات عاليه. طبعا طبعا مجهودات عاليه معاك ومع تريكه ومع المصابين كلهم طبعا. الحمد لله يعني. مع سيد معوض. لا يا وليد صح؟ وليد عايز اسالك سؤال. طبعا كمل لي بس طمني عليك وبعد كده هسالك سؤال تاني. الحمد لله يا كابتن الامور تمام. وزي الدكتور ايهاب ما عارف من التقرير الطبي اللي جاله من الدكتور الالماني ان انا ان شاء الله على اول شهر 4 اكون نزلت شاركت مع الفرقه في التدريب يعني ان شاء الله. يعني على اول 4 خلاص قدامك شهر ان شاء الله تكون متواجد باذن الله او اسبوعين. يا عم 15 يوم حرام عليك. يا عم شهر اقول مستواك يرجع في اسبوعين، ده انا بقى يعني كده مظبطك. ان شاء الله يا كابتن باذن طيب الله. وليد يعني انت دلوقتي متواجد في النادي الاهلي وشايف يعني حاسس ان ابو تريكه يعني الاهلي متاثر بغياب ابو تريكه وجده وفتحي والناس المهمه دي، ولا شايف ان يعني المتواجدين قادرين ان هم يعوضوا الغياب؟ لا يا كابتن طبعا غياب الكابتن تريكا وجده وفتحي يأثروا في النادي الأهلي وأثروا كمان في المنتخب أو أي تيم قوي، لكن ما شاء الله عليهم يعني. نتمنى ان ربنا يوفقهم الاول ان شاء الله في التجربه اللي هم فيها ان شاء الله. لكن كابتن طبعا في الشك ان اي لو واحد بس مش هقول لك الثلاثه يعني هيفرق في الفرقه طبعا. ماشي وليد اتفضل يا كابتن. انت معايا؟ معاك لسه ما نمتش. لسه ما نمتش؟ طيب قول لي. هنشوفك بكره يا وليد. الصبح ان شاء الله يا كابتن. بس يعني خف على كابتن طارق يا وليد. ايه؟ خف على كابتن طارق. لا بدري شويه كابتن، انا هو بيجي بدري شويه. خف على كابتن طارق. يا كابتن طارق على فكره طارق عبد العزيز ده اخصائي التاهيل البدني في النادي الاهلي. هو اللي مجننه سيد معوض. وليد ما شاء الله عليه مطيع. وحسين غنيم برضه مطيع. انما سيد اجري يا سيد يقول له لا اجري يا سيد 5 دقايق يقول له لا هم دقيقتين.
طب يا جماعه حاولوا تعملوا لنا مداخله مع كابتن طارق عبد العزيز، والله نتكلم برضو. عاش مع ابو تريكه فتره من الزمن في اصابات ابو تريكه، ويقدر يعمل لنا يعني مداخله كويسه. كابتن وليد سليمان، بنتمنى لك كل توفيق الفتره اللي جايه، وترجع بسرعه جدا للنادي الاهلي والمنتخب مصر. ربنا يخليك يا كابتن وائل، وشكرا يا كابتن تريكا. عفوا يا وليد، ترجع بالسلامه ان شاء الله. باذن الله بترجع بالسلامه ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يخليك. بشكرك جدا يا وليد. تريكا، عشان نقفل قصه المنتخب، حاسس ان احنا ممكن نتاهل ان شاء الله؟ ان شاء الله. انا باخد كلامك مصدق. لا ان شاء الله. ده احساس قوي، مش عندي بس، احساس قوي عند اللعيبه وعند الناس الموجوده. يعني ان شاء الله متفائلين ان شاء الله، يعني ان شاء الله، والواحد هياخد بالاسباب وهيبقى يجتهد. وزي ما بقول قبل ما نخش المعسكر، اتمنى بس يبقى فيه هدوء، يبقى فيه استقرار، يبقى فيه دعم، يبقى فيه تفاؤل. وتبقى الامور هتبقى ميسره ان شاء الله. في يوم 26 تبقى الامور ميسره ان شاء الله، وبهدوء وبثقه نقدر ناخد ال3 نقاط ان شاء الله يعني. باذن الله. هنطلع دلوقتي الفاصل وارجع، عشان عايز اسال ابو تريكه بقى على شويه اسئله كده سريعه. الاهلي ومستواه، جده وفتحي وغيابهم، ترسانه وعلاقه الترسانه بابو تريكه دلوقتي، تصريحات من بعض الزملاء ليه، تصريحات من بعض الاعلاميين، بيستقبل الحاجات دي ازاي؟ خلوكم معانا بعد الفاصل.